خناقة وتوتر وانسحاب مفاجئ. ياسمين صبري سابت محمد رمضان وزعلت منه من كلمة قالها ومشت وسط حالة من الدهشة، والناس كلها مش فاهمين في ايه. حتى الصحفيين وقتها حاولوا يعرفوا السبب، ولكن كان ردها الحاسم سيبوني في حالي. يا ترى ايه اللي حصل بينهم وليه الامور وصلت لكده؟ وهل ياسمين صبري مكبرة الموضوع ولا الموضوع كان هزار وعادي؟ كل التفاصيل دي واكتر هنعرفها مع بعض دلوقتي. سحور رمضان اتحول لخناقة. محمد رمضان وياسمين عبد العزيز كانوا قاعدين مع بعض في سحور ميديا هاب، لكن فجأة الكلام بينهم سخن والصوت للأسف ملحقش يعلى. ولكن ياسمين في نفس الوقت واللحظة قامت سابته ومشيت قدام الكل، ومحمد رمضان ما حسش انه غلط في حاجة. تعالوا اقول لكم ايه اللي حصل. شركة ميديا هاب كانت عاملة سحور جماعي لكل الفنانين، واول ما ياسمين صبري شافت محمد رمضان قالت له مبروك يا ابني. ولكن محمد رمضان استغرب، قال لها انا ابنك؟ هو انت مجنونه؟ هنا محمد رمضان كان بيهزر وكله نيه كويسه، ولكن ياسمين صبري خدت الكلام بمحمل تاني وانه مغرور وبيتكبر عليها، وراحت سابته ومشيت. ولما الصحفيين جريوا وراها عشان يلحقوها قالت لهم سيبوني في حالي، ولا طلعت ولا وضحت القصه. لكن محمد رمضان خد الفيديو ونشره على حسابه على انستجرام، وبيوضح للناس انه فعلا ما كانش قصده حاجه، وان ياسمين صبري فعلا صغيره على انه يكون ابنها. تفتكروا محمد رمضان صح ولا غلط؟ وهل ياسمين صبري فعلا مكبرة الموضوع ولا الموضوع بسيط أصلا؟